النهاردة هتكلم عن واحد من أحد الأسباب اللي أنا فتحت عشانه القناة دي. هو مصارعة الديس ماتش، وأول ماتش أشوفه بجد بالستايل ده كان ماتش بين مصارعين، واحد اسمه شلاك واحد اسمه نيك جيج. غالبا محدش يعرفهم هنا أوي يعني في الوطن العربي، بس من أشهر مصارعين الستايل ده يعني هناك في أمريكا. ساعتها كنت شايفه حاجة اللي هو البادجت قليل قوي، واخد بالك؟ اتنين رجالة فقرا في الانديز بيستمتعوا بوقتهم. يعني اي نعم الماتش كان عنيف، كان كله ازاز، كان فيه كمان البيتزا كاتر دي اللي انا فاكره يعني اخر مرة يعني مشيتها على ايدي في المطعم ما كانتش حد يعني. فاللي هو ما كنتش ما اتجننتش قوي يعني من الماتش ده، على الرغم من انه كان عنيف. الماتش ده مشهور عليه، نزل على اليوتيوب عليه تقريبا معدي 1,000,000 مشاهدة. المهم ده كان أول ماتش أشوفه بالستايل ده. مش عارف أنا كنت بحثت على إيه ولا كان طلع لي كده لوحده. الدم جه من اللمبات عشان بتتفتت لحتت صغيرة بعدين تخش تعورك، وبعدين جاب قطعة البيتزا دي إيه، قال يعني بيعمل كده في راسه على أساس إن اللي بتقطع البيتزا دي هي اللي معوراه، بس هو متعور أصلا من قبلها، واخدين بالكم؟ فيعني الماتش كان حلو يعني، غريب في نفس الوقت بما اني كان اول مرة اشوف حاجة زي كده، بس ما جننيش قوي يعني. الماتش ده كان في اتحاد اسمه الجي سي دبليو. تاني ماتش اشوفه بالستايل ده ماتش بجد خلاني افقد اعصابي. كنت بدور في مسيرة جون موكسلي وكده، فطلع لي ايامه بقى في السي زي دبليو. كان ماتش ضد مصارع اسمه برين دامج في عرض اسمه تورنمنت اوف ديس 8. الماتش على اليوتيوب برضو بس عليه تحذير قبل ما تخشوا. في الحديقة الماتش كان كوميدي، كان يديك الطابع الأمريكي الفوضوي ده. كانوا حاطين ترابيزة كده في النص، الرجالة بيفطروا قصاد بعض يعني، وبعدين بريندا مش يضرب جون موكسلي والماتش يبدأ. شوية إزاز بقى، بعدين بريندا مش يطلع لك منشار. يعني احنا شفنا يعني حاجات حادة كتير في المصارعة، سواء في ال WWE في ال AEW، بس دايما كان بيتهوش بيها، فأنا كنت متخيل مثلا إن هو يهوشوا بيها وخلاص، إلا واتفاجأ إن هو استخدموا عليه. يعني البرو نشر دماغه حرفيا. أنا اتجننت، فقدت أعصابي الصراحة. عدت الفيديو تاني، عملت زوم إن، حسنت الجودة، رجعت الفيديو، مفيش تريك في الفيديو، البرو نشر دماغه. كنت متخيل مثلا ان يبان مكياج وكاتشب والعبط ده كله، لا، هو فعلا هو عمل كده. فمن ساعتها بقى قلت الرجالة دول بجد في مشكلة، في مشكلة. الرجالة دول عندهم مشاكل نفسية بجد. هم أكيد متدربين، بس الحوار ده يعني دي حاجة حادة يعني، واخد بالك؟ متدرب بقى مش متدرب، انا متدرب اطعن بسكينة. انتوا اكيد فاهمين قصدي، يعني الموضوع مجنون قوي. ممكن تقولوا برضو ده مش منشار يعني، ده موس على آلة وخلاص، بس برضو سلاح ابيض، حاجة حادة، واخد بالك؟ بجد كنت اتجنن اول مرة اشوفها يعني. بس انك تشوف دم بالشكل البجح ده في المصارعة، مش على استحياء، مش مثلا يضربه بعدين يختفي شوية بعدين يرجع ويبدأ ينزف وكده، لا، ده حرفيا نشر دماغه قدامنا والدم كده نزل قدامنا. فكان منظر صعب جدا يعني. بعد ما شفت الماتش ده جالي فكرتين: يا اما ان انا الغيه من الواتش هيستوري عشان ما يطلعليش حاجة من دي تاني وخلاص اقفل على الموضوع، لان انا بجد كنت اتجنن يوميها. والفكرة التانية ان انا اشوف ماتشات اكتر من الستايل ده، وافهم هما بيفكروا ازاي وازاي بيعملوا كده وليه بيعملوا كده، ايه اللي بيدفعهم يعني. طبعا اتبعت الفكرة التانية، ماتشات عنف مبالغ فيه، حاجات ما شفتهاش في ابشع كوابيسي يعني، حاجات مرعبة بجد. وفعلا اتسحلت في الستايل ده، الديس ماتش اللي بيتعمل بشكل كبير في ستيج كبير في اليابان خصوصا، بيتعمل برضو في أمريكا ساعات بشكل كبير، بس في الأغلب في أماكن صغيرة زي الباك يارد مثلا.
الحديقة الخلفية بتاعتهم تحت مسمى باك يارد راسلينج. اوكي، هكمل الفيديو هنا بما ان في الأوضة التانية اللي ورانا قرروا يشتغلوا في أعمال الحفر والبناء. إن شاء الله يعني الصوت هنا يكون حلو وزاوية الكاميرا حلوة والشغل ده يعني. وبعدين أظن إن انتوا مش فارقة معاكوا يعني المقصد شفتي ولا ايه بالظبط. بس في اتحاد السي زي دبليو ده خصوصا لقيت الموضوع يعني خرج عن المصارعة تماما يعني. وبعدين الفكرة مش فكرة دم، يعني مثلا من أكتر الماتشات الدموية ماتش جون سينا كان حرفيا نصه اللي فوق كله غرقان دم، بس كله دم من راسه. هي الفكرة كده في ال WWE ال ECW واتحادات كتيرة قوي مش بينزفوا غير من راسهم. يعني في ال CZW واتحادات الانديز بكمية اللمبات دي كلها بيكسروها على ظهرهم على بطنهم، الراجل كله بيبقى بينزف، بيبقى منظر يعني بشع يعني. المهم كنا بنتكلم عن مصارعة الباك يارد. ايه هي مصارعة الباك يارد بقى؟ ممكن البعض يشوفها كرينج، تمام، بس في التسعينات كانت عاملة شغل عالي بجد. بس بجد هي من أغبى الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها. تخيل اتنين مش متدربين ياخدوا بعض كده في الباك يارد يعملوا الحركات الخطيرة دي، ويا سلام بقى لو طلبت معاهم بارد كور مثلا، يولعوا في حاجة، يضربوا بعض بالكراسي، بيضربوا بجد بقى، واخد بالك، لزوم الشغف وكده. قمة الغباء والهمجية، حاجة مستحيل أعملها عشان ما عنديش باك يارد. بس خلينا متفقين يعني معظمنا عمل حاجات غبية زي كده، سواء بقى في المدرسة أو في الشارع. مش بالعنف ده أكيد، بس أنا فاكر يعني أنا عن نفسي أنا وصاحبي في أيام كده 2017 كنا بنعمل حاجات زي كده. واخد بالك بقى، وانا رومان رينز انا رومان وكان عندي قناعة تامة، كان الواحد بيبقى عنده قناعة تامة ان هو رومان رينز. يا عم ماشي، سوبرمان بنش وكل حاجة وعلى عيني وراسي وسبير وكل حاجة وعلى دماغي، بس ليه بجد الواحد ما كانش بيلعب كنفسه يعني؟ ليه بجد؟ ليه كان عندي قناعة تامة ان انا رومان رينز؟ مش يعني لازم اعمل سيلكت شخصية مثلا قبل ما العب؟ مش فاهم الفكرة برضه. يمكن لو كنا لعبنا كده كان نفسنا عادي، كان ممكن نوصل لحاجة. اصل خلينا منطقيين، تمام. نص الرجالة في الروستر سواء في ال WWE ومتأكد ان في ال AEW كانوا بيلعبوا مصارعة باك يارد قبل ما يروحوا يتدربوا ويحترفوا الكلام ده. عندك مثلا ريكوشي، واحد من أروع المصارعين في الحلبة، ونادرا جدا يكاد يكون مش بيغلط في الحلبة أو حركة مثلا تطلع منه غلط. ليه بقى؟ لأن هو من وهو عنده 14 سنة بيلعب في الباك يارد بتاعتهم مصارعة. I started wrestling at like 14. In the backyard? Yeah, in someone's backyard. Yes. عندك مثلا سيم بانك برضو كان بيلعب في الباك يارد، لازم. وغيرهم كتير من المصارعين. على الجانب التاني بقى مصارع محدش يعرفه غير جماهير الديس ماتش طبعا، مصارع اسمه جي سي بيلي، مات وهو عنده 27 سنة. من وهو صغير كان بيلعب مع أصحابه مصارعة في الباك يارد. أول مرة أشوفه في عرض من عروض ال CZW، مكدبش عليكم من أول ما شفته كده مش عارف، مش مرتاح له، واخد بالك، شكله مريب. المهم اكتشفت في الآخر إن هو كان مدمن مخدرات، وكان مدمن يعني. بعض المصارعين في الروستر خاصة في الستايل ده من الماتشات كان بيتعاطى، بس ده بجد كان بيتسطل، كان بيعمل دماغ المهم من وهو صغير كان بيلعب في الباك يارد مع أصحابه بشكل يعني كان بتطلب معاهم بهارد كور يعني. ومن أول ما تم 18 سنة وقع مع اتحاد ديس ماتش اسمه IWA ميد ساوث، أو اتحاد بيقدم معظم أنواع المصارعة. في مصارعين كتير زي سيم بانك، في مصارعين كتير قوي يعني من اللي احنا نعرفهم. جون موكسلي كانوا بيلعبوا في الاتحاد ده برضو، ولعب في اتحاد ال CZW برضو، وغيرهم من الاتحادات الكتيرة بيقدموا على الأغلب الستايل ده اللي هو الديس ماتش.
وساعات بيسموا نفسهم اتحادات باك يارد، بس بدل بقى ما تلعب مع صاحبك لا انت بتلعب مع مصارع متدرب هو انا عايز اقول ايه من الاخر؟ المهم ان الاتحاد ديس ماتش تمام، بس بيلعبوا بقى فين الماتشات دي؟ في الباك يارد، في جراج، في ملعب صالة مغطاة. وفي الاتحادات الصغيرة المستقلة اللي بيسموها الانديز كانوا من الحاجات اللي بيستعملوها على بعض الويد واكر، اللي هي جزازة العشب تمام. فهي المفروض للعشب يعني، بس الرجالة كانوا بيستعملوها على بعض، كانوا بيهزروا مع بعض بيها حرفيا. من النقط اللي أنا كنت بتكلم فيها وأنا مرعوب حرفيا في أول فيديو على القناة دي، هي إن مش معظم، بعض المصارعين اللي بيلعبوا النوع ده من المصارعة بيموت بدري. زي أكبر مثال هو جي سي بيلي 27 سنة بس. ما أظنش إن النوع ده من المصارعة هو السبب. أي نعم هو سبب من الأسباب، بس بتلاقي المصارع اللي بيقدم النوع ده من المصارعة أصلا عنده مشاكل في حياته، زي داربي ألين مثلا. لما شفته هو بيعمل ايه بره الحلبة، بيعمل حاجات مجنونة أكتر من اللي بيعملها في الحلبة. فهو أصلا نظام حياته كده، فمش المصارعة يعني هي اللي ايه، هي السبب، واخد بالك؟ الحاجة اللي أنا شايفها عذاب حرفيا أبسولوت هيل، هو في إطار حياته السوداوية دي شايفها حاجة مثلا بيفرغ طاقته فيها، وحاجة بيستمتع بيها يعني. هو ده لعبهم، واخد بالك؟ حاجة تزعل والله. بالنسبة للمصارع زي جي سي بيلي أعتقد الوضع كان كده، وبيقول كمان إن هو كان بيتعاطى المخدرات عشان متوتر، وبيتوتر عشان بيتعاطى المخدرات، فدخل في الدوامة دي، واخد بالك؟ فأعتقد إن المخدرات هي اللي جابت أجله مش المصارعة. مصارع كمان زي جاي بريسكو أخو مارك بريسكو، كنت متخيل إن هو مات برضو بسبب المصارعة، كان برضو بيلعب بعنف، كان بينزف كتير، كان بيضربوا يعني، هو وأخوه كانوا بيفرتكوا الكراسي على بعض. بس طلع أصلا مات في حادثة عربية. برين دامج اللي اتكلمنا عنه في أول فيديو اسم على مسمى، كان غشيم غش، كان بيضرب جامد، بس طبعا بالاتفاق يعني، كان بروفيشنال الصراحة. وهو أكتر مصارع أو يكاد يكون المصارع الوحيد اللي أنا شفته بيستخدم المنشار ده، وبجد ماتشاته كانت عذاب عذاب. المهم إن برين دامج برضو انتحر وهو عنده 34 سنة، مش بسبب الستايل ده من المصارعة، أو مش سبب مباشر يعني، أنا قصدي إن هو مش سبب مباشر. مصارع زي كريس كاش كان مصارع في السي زي دبليو برضو، مات في حادثة موتوسيكل، مات وهو عنده 23 سنة، شاب بعمر الورد. يعني حاجة تزعل والله يعني، الواحد اتغم وهو بيحكي. المهم اللي عايز أوصله إن مش المصارعة هي السبب الرئيسي، ممكن يكون سبب من الأسباب، بس أسلوب حياتهم نفسهم هم بايعينها أصلا. فكل ما تتعمق في الموضوع كل ما تفهم سلوكهم ده ليه، بعيدا عن المصارعة. مثلا في حاجة زي الروك مثلا أو الميتال، المغنيين حرفيا بيأذوا نفسهم على المسرح، بيعملوا حاجات ألعن من الحاجات اللي في الماتشات دي يعني. فهم دول ثقافتهم كده. فأظن إن انتوا تفهمتوا نوعا ما إن النوع ده من المصارعة للنوع ده من الناس، زي مثلا في المكسيك مصارعة الماسكات بقى والشالبة واللوتشادور والكلام ده. يعني من أول الحاجات اللي بتخطر على بالك لما تلاقي ناس ولاد مجنونة بيعملوا كده، اللي هو ليه هم دفعوا لهم كام؟ وواضح ان هم مش بيدفعوا لهم كتير يعني. لما تلاقي مثلا ريل فايرال للنوع ده من المصارعة على الانستجرام مثلا، اول حاجة الناس بتتكلم فيها الفلوس. ليه؟ هل $20 دي كانت تستحق اللي انتوا بتعملوه في نفسكوا ده؟ فالسؤال هل فعلا المبالغ بتبقى قليلة كده؟ ده فيديو جي سي بيلي بيحكي فيه الفلوس اللي هو خدها هو والمصارع اللي قصاده في ماتش حرفيا موتوا نفسهم فيه يعني، جابوا آخرهم فيه. Did he pay you that day?
He gave me and Pondo $100 each. Hands me $100, and then he gets on the mic and tells all the fans that you know what I'm saying, they ain't got much money to pay the boys, and he sends around one of those little plastic annihilator jars and takes around donations the same way like you would for a 50-50 raffle. Right. And then I think they gathered up about $60-some dollars. So me and Pondo, I think we made about $130-some dollars each for that circus death match. That was probably, that makes me sick just thinking about it. I mean, This is gonna sound really, really cheap. But I ain't got enough money tonight to pay these guys for what they did. So if you got a little something extra to give in to the kitty tonight, dig in your pocket so we give these guys what they deserve to be paid for this with $1 million. عملوا البومب ده واخد تقريبا أعلى مشاهدات في قناة ال IWA كلها على اليوتيوب. بيقول إن هو ندم إن هو كان لابس تيشيرت ساعتها، يعني كان عايز ما يكونش لابس تيشيرت عشان يبان أجمد. يعني مجنون والله. yeah, but believe it or not, that was probably one of the easiest bumps I ever took. I mean, I hate to say that. I mean, but that was probably, I regret not, I regret wearing a t-shirt now, I mean, or whatever. I mean, it's still crazy as hell, but. فبعد اللي احنا سمعناه ده أكيد مش هدفهم الفلوس، هم فعلا بيحبوا الستايل ده، سواء بقى مشاكل نفسية. مشاكل نفسية ايه يا عم؟ ده عندهم باك يارد وابستيرز ومش عارف بيسمنت وجراج. بس قبل ما نتريق على حد، بحس ان فعلا الامريكان بيعانوا من مشاكل نفسية، غير ان هم عندهم حرية التعبير وعندهم رفاهيات اكتر. على الاقل الواحد مننا كبر وامه وابوه جنبه. المهم نطلع من الحنيكة دي كلها. ليه بنشوف دول مجانين مع ان الاي سي دبليو كنا بنشوفهم اساطير؟ زي ما قلت لكم، في الغالب الاي سي دبليو ما كانش فيها اللايت تيوبز دي، ما كانش فيها يعني كانوا بيعوروا بعض في الراس بس، يعني حتى لو كانوا بيطعنوا بعض برضه. طبعا كانوا ولاد مجنونة برضه، يعني انا مش بدافع مثلا، مش بقول الاي سي دبليو مثلا كانوا اقل جنون من السي زي دبليو او اي اتحاد ديس ماتش باليومين دول يعني. لا، ده مصارعين الاي سي دبليو اصلا دول ولاد مجنونة، مفيش زيهم اصلا يعني هما اصلا بعد ما الاي سي دبليو خلاص انتهت، اتوزعوا بقى على الانديز وبقوا يعملوا حاجات ألعن. ده غير الاوريجينالز بقى اللي في اليابان، المصارعين الديس ماتش اللي بجد بقى اللي بدعوها من الأول بقى، زي تيري فانك وزي عبد الله الجزار، عبد الله ذا بوتشر، زي الأوريجينال شيك، الشيخ الأصلي. يا لهوي، ده كانت شخصيات عنصرية عنصرية ضد العرب بشكل. أنا شفت حرفيا فرش سجادة كده وقال يعني هتطير بيه بقى. ولا مش عارف كان بيصلي ولا بيعمل، كانوا عنصريين فشخ. وزي ما قلت لكم انا بكره مصارعة الطعن. كل الرجالة دول طبعا كانوا بيخشوا يطعنوا على طول، مش بيتفهموا. بكره مصارعة الطعن دي جدا، يعني اتمنى ان هي تكون طعن في الاعراض، بس لا، هم ما عندهمش تفاهم. يعني واحد زي عبد الله الجزار ده مثلا، ما ننكرش ان هو اسطورة طبعا، كل دول اساطير هارد كور، وهو نوع من انواع المصارعة غصب عني، غصب عن التخين اللي يقول ان دي مش مصارعة او مصارعة زبالة، واخد بالك؟ بس انا شخصيا ما كنتش بحبها، والعدو اللدود لمصارعين الباك يارد واي واحد بيعمل حاجات مجنونة في المصارعة او بيشوه سمعة المصارعة هو جيم كورنيت. بيطلع يسفل فيهم حرفيا، يعني طلع يتكلم عن السي زي دبليو، طلع في البودكاست بتاعه ويقول ان في حاجة في دماغهم، هم لا جايبين حلبة طالما مش بيستخدموها 3/4 الوقت يعني. وعنده وجهة نظر الصراحة. بس انا مش ضد طبعا مصارعة الهارد كور 100%. يعني هل انا شخص ممل؟ هل انا مش عايز اشوف غير مصارعة كلاسيك مثلا؟ لا اكيد يعني، بس بحدود. سلالم، ترابيزات، كراسي أحسن من المصارعة العادية كمان يا عم. إزاز ممكن أفهمها يا عم، بس مش لازم يعني إزاز حقيقي، يعني إزاز وخلاص يعمل صوت يعمل شكل. نار برضو تعمل شكل، بارب واير ماشي،
انما بقى السكاكين والحاجات دي ولا يعني كل واحد ليه حدود برضه ولا ايه؟ وبعدين بيعملوا حاجات مش شكلها مش حلو قوي، بس عشان فكرة اللي هي مؤذية يعني. جي سي بيلي ده مرة بعد ما ايه، بعد شوية حلوين في الماتش يعني، بعد ما اتعور وكده حرفيا رموه في ترعة. يعني انت متخيل ده البلهارسيا اتصلت بيه كام مرة مثلا؟ طبعا محدش في دول بيتعمل كده غصب عنه يعني. هو بيقول لهم انا عايز كده، يا اما يتقال له الفكرة الزانية دي وهو يوافق عليها، يا اما هو نفسه اللي يقول الفكرة الزانية اللي هو يا جماعة انا عايز اترمي في الترعة. من اوسخ السبوتات برضو اللي انا كنت بتجنب ان انا اشرحها في الفيديو الاولاني، انا اسف هشرحها دلوقتي. فيعني هي الحركة بتاعت الحقنة دي، بيجيبوا حقنة يحطها في بق، يعني يحطها في بق المصارع التاني تطلع من الناحية التانية. أول واحد شفته بيعمل السبوت القذر ده هو مصارع ألماني، مصارع ديس ماتش ألماني اسمه سامتاك جاك. وهو بالفعل سادي، كان بيشوف الحاجات المريضة دي في حفلات للحاجات المريضة دي. يعني عشان بس أفهمكم إن الموضوع خارج عن نطاق المصارعة خالص، واخد بالك؟ وكان بيقول أدخلها إزاي في المصارعة يعني، لا اللي هو شكرا، لا شكرا مش عايزين شكرا. مش لازم والله يعني، مش كتر خيرك، مش لازم كل حاجة تدخلها في المصارعة. والله في فيديو برضه شفته نفس الفكرة القذرة في اتحاد اسمه H2O بتاع مصارع اسمه مات تريموند. الراجل ده بجد من أكتر الناس الشقيانة في المجال ده. المهم كان الماتش مصارع ياباني تقريبا. اليابانيين دول مرضى بجد. كان بيعمل حاجة يعني، كان معاه سياخ حديد رفيعة كده، كان بيعمل حاجة مشابهة لسبوتاية الحقنة القذرة دي. خلاص بقى يعني، خلاص يعني أنا أظن كفاية عليكم يعني. يعني والله اللي لسه بيكمل الفيديو بطل. بصوا المريض بيبتسم ازاي وهو بيعمل الحاجة دي. فعايز اقرا لكم الكومنتات على الفيديو ده. فين جيم كورنيت لما نحتاجه؟ ده بيدي بس من غير من اكتر الاتحادات برضو اللي شفته بيعمل ستايل الباك يارد والديس ماتش مع بعض. هو اتحاد اسمه BOR، بيعملوه بشكل فوضوي جدا. صاحب الاتحاد ده اسمه جي آلين. قبل ما يعمل الاتحاد ده اصلا كان بيعمل ستانتس كده وخلاص يعني، يتخبط بعربية مثلا، يعمل حاجات غبية some crazy white bullshit. الاتحاد ده بجد مجنون، مجانين بيعملوا أي حاجة تخطر في بالهم حرفيا. يعني أكتر حاجة مجنونة عملوها بيخبطوا بعض بالعربيات. انت متخيل يعني؟ مفيش بعد كده الصراحة. حتى لقيت على فيديو ليهم واحد كاتب كومنت: ما تتسجنوش يا ملوك، يعني حاول ما تتسجنش يا ملك في وقت فراغك. وده اللي ياخدنا للنقطة اللي بعدها: هل فعلا الكلام ده قانوني ولا ايه؟ يعني هما بيعملوه بالحب كده. هو قانوني وكل حاجة، بس ليه هما بيعملوه في الباك يارد يعني، او مكان بعيد عن الناس، او حتى بتوصل ان هما يعملوه في البيسمنت بتاعهم، القبو بتاعهم؟ عشان في ناس فعلا بيتصلوا بالشرطة، والشرطة أكيد مش هتقول كمل عادي يا ملك ولا يهمك يعني. يعني أكيد في حاجات، في سلاح أبيض، في رجالة كلهم دم، يعني أكيد الشرطة هتتدخل يعني. بس الموضوع غريب أوي يعني، لسه مستغربه من كام، من 9 شهور. ما بالك بقى واحد لسه عارف النوع ده من المصارعة يعني، هيكون مستغرب الوضع. يا عم خلاص بقى، يا عم بقى، يا عم خلاص. عايزين نكمل الفيديو بقى. ايه ده؟ ولا كأنه اخويا الصغير، اقسم بالله. ايوه في اتحادات بتعملها في القبو يعني. في اتحاد اسمه اكس براند راسلينج بيعملها حرفيا في القبو يعني، زي توك تحت السلم، مصارعة تحت السلم to the next level. ده حرفيا تحت السلم. I came here
to let everybody know that X Brand Wrestling is making a fucking comeback. What they're trying to do is shut this shit down. Bunch of cop callers. Next time we see you pussies, we're gonna shut your fucking mouth up. Stop dialing the phone and calling the cops. Now it's basement time. You know what we do in the fucking basement? We throw our hands. طالما تحت السلم في بيتهم براحتهم، يعني يعملوا اللي انتوا عايزينه يا عم، اعمل اللي انت عايزه يا مالك. بس وزي ما دول بيعملوه في البيسمنت وخلاص، تتخيل ان النوع ده من المصارعة خلاص مات. يعني يطلع لك بقى ال AEW بتعملوه في ستيج كبير قدام ناس كتيرة ويتعرض على التلفزيون الشكل ده من المصارعة، ومش أقل عنف، يعني مش أقل عنف خالص. يعني أقرب ماتش عملوه بالستايل ده كان بتاع MJF وهانج مان. يعني بجد الماتش ما قلش عنف عن الماتشات اللي بنشوفها في الانديز بالشكل ده. يعني كان في لايت تيوبس، يعني توني خان بيحاول يبين على قد ما يقدر ان هو جايب احسن حاجة، يجيب ازاز بجد. اللايت تيوب تحسها كانت ماسكة نفسها، تحسه كان نوع نضيف كده. طب خلاص يا عم والله مش محتاج تتفشخر، هات يا عم بتاعت استلف من CCW يا عم ولا حاجة. لا، لازم يجيب حاجة غالية يتفشخر بيها. كمان كان فيها سبوتاية الحقنة دي وعملوها بنفس الشكل بالظبط، وماتش داربي ألين ضد جون موكسلي. فبجد ما عندهمش أي مشكلة مع النوع ده من المصارعة. وأخبار وحشة للي بيكره النوع ده من المصارعة كده ينتشر أكتر. هم بيعملوه على التلفزيون ومش بيعملوه بعنف أقل. يعني هو لأ، هيعمل الماتش ده هيعمله زي ما هو. في ناس فرحت طبعا بيحبوا النوع ده من المصارعة، وناس كتير اتضايقوا جدا، يعني خصوصا ان ده على التلفزيون يابا. يعني لكل انواع الناس بقى، ناس كتير قالت دي مصارعة زبالة، دي مش مصارعة اصلا. على ماتش داربي ألين جون موكسلي ده كان في يعني مش عارف ابرز بطاية تقريبا وهو بيغرقه. يعني في واحدة كانت شغالة مع ال AEW بتقول عارفين مين اللي المفروض يوقف المصارعة دي، يعني الأمهات على بالريموت يعني بتاعهم. بتقول إن الأطفال ممكن يموتوا أو يأذوا بعض يعني، وهم بيحاولوا يقلدوا جون موكسلي. ومع حق الصراحة. يعني جون موكسلي واحد من المصارعين اللي كنت أحب أقلده جدا وأنا صغير، يعني ليا الشرف والله. وأنا رومان رينز. حاجة كمان للأوريجينالز بتوع ال ECW وبتوع اللي كانوا بيصارعوا في اليابان والحاجات دي، اللي دماغهم عاملة كده. يعني مش قصة إن هما كانوا بينزفوا كتير مثلا، يعني شوف جون موكسلي دلوقتي دماغه ما شاء الله ملساء يعني. مفيهاش الحاجات الغريبة دي. الفكرة إن هما كانوا زي ما هما بيقولوها كده بيعملوها بالطريقة الصعبة، يعني بيطعنوا بعض من الآخر يعني. وغير كده كمان الرجالة دول كانوا يقدروا يخيطوا الجرح وهيكون شكله 100% أحسن، بس هما كانوا بيسيبوها كده عشان تبان كده، عشان يبان شكله جامد يعني. فبجد يعني رجالها نفسي أفهم بيفكروا ازاي. يعني مش عارف أمدحهم ولا أقول عليهم ولاد مجنونة. جزء مني بيحترمهم وجزء مني بيقول عليهم ولاد مجنونة، بس اللي توصلت له في الآخر إن هما ولاد مجنونة وأنا بحترمهم، لأن اللي بيعملوه 100% من أصعب الحاجات اللي أنا شفتها في حياتي يعني. بس زي ما قلتلكوا ده نوع برضو من المصارعة، حرفيا الناس بيضحوا بحياتهم عشان يقدموه، وعشان يقدموا للجماهير اللي بيحبوا النوع ده من المصارعة ماتشات جامدة. مش بيتعبوا بس في الماتش، يعني بعد الماتش حياتهم كمان صعبة، بيدوا كل حاجة عندهم لمبلغ قليل جدا عشان بس هم بيحبوا النوع ده من المصارعة. فأنا عن نفسي هقدر ده. بس وأنا قلتلكم الحاجات اللي أنا بحبها والحاجات اللي أنا بكرهها في النوع ده من المصارعة. المهم انتوا رأيكم يهمني، وطالما أي حد كمل الفيديو ده يعني هو مهتم بالشيء ده. ايه رأيك عامة؟ ايه الحاجات اللي انت بتحبها بتكرهها؟ هل دي مصارعة؟ هل دي زبالة؟ ايه رأيك؟ ايه